عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ فيديو النهاردة هنعمل مع بعض البيتزا الايطالي بكل تركاتها وكل اسرارها. بيتزا المحلات بجد لو ركزتوا في الفيديو ده واتفرجتوا عليه للاخر هتعملوا احلى واطعم بيتزا كلتوها. يلا نشوف مع بعض المكونات. الفيديو ده على مرحلتين. اول مرحلة ان احنا هنعمل العجينة بتاعة البيتزا. تاني مرحلة هنحضر الحشوة ونجهز الشكل النهائي بتاعها والتسوية. يلا نشوف مع بعض اول حاجة العجينة ونركز في التركات والخطوات والملاحظ اللي هقولها عشان تبقى عجينة ناجحة جدا جدا. اول حاجة انا معايا كوبايتين دقيق، ماشي، كوبايتين دقيق. جبت طبق غويط اللي هو اطباق العجن، طبق العجن اللي هي الغويطة، تمام، وحطيت فيها كوبايتين دقيق منخولين. اول نقطه واول تركايه النخل دي مهمه جدا جدا. ننخل الدقيق باي طريقه ولكن لازم ننخله عشان العجينه تبقى هشه وحلوه. تاني حاجه هحط خميره، معلقه خميره بمعلقه الشاي ومعلقه بيكنج باودر وذره ملح ومعلقه سكر، تمام. نسمي الله ونحطهم كلهم على العجينه او على الدقيق. بعد كده هنحط برضو معلقه خل. الخل في العجينه بيفرق جدا في هشاشه العجينه وان هي تبقى هشه وطريه. معلقه بس واحده زي ما انتوا شفتوا كده، تمام. وبعد كده التركايه بقى والحاجه المختلفه واللي محدش هيقولك عليها غير تركات لهلوبه، وهي المايونيز. معلقه مايونيز. معقول المايونيز يتحط في العجينه؟ ايوه، هي دي اللي هتفرق جدا في طعم العجينه وهتخليها حلوه جدا ومختلفه. هنحط معلقه مايونيز، تمام. يبقى التركيه اللي قلنا عليها يا جماعه معلقه المايونيز. بعد كده هنقلب المكونات كويس جدا جدا جدا، تمام. يبقى حطينا ايه؟ نقول تاني: خميره، بيكنج باودر، ذره ملح، معلقه سكر ومعلقه مايونيز، معلقه واحده بس، وطبعا معلقه الخل. بعد كده هنقلب المكونات كويس جدا مع بعض ونيجي بقى لمرحله العجن. هنسمي الله وهنعجن يا اما بلبن، تمام، يا اما هنعجن بلبن دافي، تمام. يعني لو عندك اللبن في التلاجة هتدفيه على النار كده عشان ما يبقاش ساقع، يا اما هنعجن بميه. ما عندكيش لبن مفيش اي مشكله، مش هنتعطل وهنحط ميه، بس برضو ميه سواء لبن او ميه، نحط لبن او ميه دافيين. طيب هنحط الميه او اللبن بقى، احنا دلوقتي معانا لبن فهنتكلم على اساس اللبن. هنحط لبن بشويش كده، شويه شويه صغيرين، مش هنزود. نراعي لو احنا لسه سنه اولى بنعجن يعني لسه في الاول في الحاجات المعجنات دي، نخلي بالنا كويس جدا من نقطه الميه. الميه لو زادت في العجينه بتبوظها. صحيح هنلاقي لها حل ان شاء الله، ولكن نخلي بالنا كويس عشان الميه بتبوظ العجينه. طبعا انا هستخدم ايدي، ولكن انا في الاول بس كده هقلب المكونات كلها مع بعض بالمعلقه. بعد كده طبعا ايدي هتبتدي تخش في الموضوع. طبعا الايد بتبقى مغسوله ونظيفه. ونسمي الله وهنبتدي. العجينه ابتدت تتكور اهي، ابتدت تتلم شويه وتبقى متماسكه. دلوقتي انا خلاص هبتدي ان انا، بس طبعا هي لسه محتاجه ميه او محتاجه لبن او محتاجه حاجه سايله. دلوقتي انا خلاص هبتدي ان انا ايه، اضيف ايدي في الموضوع. هبتدي طبعا المعلقه تتنضف كويس. بعد كده هنبتدي نستخدم ايدينا، بس طبعا احنا محتاجين ميه تاني، فهنستخدم بقى ايه، حاجه سايله سواء ميه او لبن هيبقى دافيه، تمام. دلوقتي احنا هنبتدي، خلاص دخلت ايديا اهو، ماشي. طبعا العجينه ده شكلها اهي، ما زالت طبعا ايه، محتاجه ميه تاني. انا حريصه جدا في زياده الميه زي ما قلنا. ادي هنزود ميه. العجينه اللي ما فيهاش ماده دهنيه دي لا، احنا هنستخدم ماده دهنيه وكل حاجه، بس احنا انا بالنسبه لي بحط الماده الدهنيه في الاخر. يعني ايه؟ يعني في اخر المكونات، تمام. العجينه بصوا ابتدت تتلم معايا خالص ازاي. طبعا لسه بدري. التركيه التانيه او التالته في نجاح العجينه بتاعتك ان انتي تعجني فيها وقت طويل. ما تستخسروش العجن، اعجني على قد ما تقدري في العجينه. هنضيف بقى معلقه زيت عشان تساعدني اكتر، نضيف شويه زيت عشان يساعدوني اكتر في ان العجينه تلم معايا،
تمام. وهنبتدي نعجن كده. انا هبتدي اعمل كده عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هبتدي اعجن فيها اهو، شايفين بالمنظر ده. ببتدي اعيد وازيد كده، بعمل كده هفضل طول الوقت 10 دقايق ربع ساعه لحد ما العجينه تاخد وتدي معايا خالص. بعد كده هرجع لكم تاني واوريكم شكل العجينه النهائي المفروض يبقى عامل ازاي. بس هستمر على الوضع ده. تمام. هشوف هعمل ايه فيها. هفضل اعمل فيها كده لحد ما تتعجن معايا كويس جدا وهرجع لكم. بصوا يا حبايبي، ده شكل العجينه النهائي بعد ما فضلت اعجن فيها حوالي 10 دقايق مستمرين، طبعا زي الطريقه اللي قلت لكم عليها. بعد كده انا هبتدي اسيبها تخمر. طب اعرف ازاي ان العجينه كده استكفت واتعجنت كويس جدا؟ اولا العجينه ما تلزقش، شايفين العجينه مش بتلزق في ايدي، شايفين العجينه ما تلزقش. تاني حاجه الطبق يبقى نضيف بالمنظر ده، يبقى العجينه كلها اتلمت. تمام، يبقى كده العجينه تمام اتعجنت كويس. بعد كده هبتدي ان انا اخمرها لان فيها خميره، هتتخمر تتغطى كويس جدا، تتحط في مكان دافي. يعني ممكن احطها مثلا عشان تخمر معايا بسرعه في فرن البوتاجاز، بس طبعا الفرن ما يبقاش شغال. الفرن بما انه مقفول فلما تتغطى كويس وتتحط في الفرن فهتبقى تخمر اسرع. تمام. نلفها كويس بفوطه مطبخ نظيفه، تمام، من كل الجوانب كده، ونقفل عليها كويس. وبعد كده نسيبها، ممكن تاخد لها تلت ساعه، ممكن تاخد لها نص ساعه، ما نستعجلش عليه، نسيبها تخمر كويس. تمام. وبعد كده هنيجي للمرحله الثانيه اللي قلنا عليها. استنوا معايا. بصوا يا حبايبي، دلوقتي دي العجينه بعد ما خمرت، شايفين ما شاء الله شكلها عامل ازاي. تمام. دلوقتي هي كده خمرانه، بصوا الهواء، شايفين كده هي تمام وزي الفل. دلوقتي انا هفضي الهواء ده كده، بسم الله. شايفين طبعا العجينه طريه. من نجاح العجينه اللي انا نسيت اقول لكم عليه ان العجينه لازم تبقى طريه بالمنظر ده. شايفين العجينه طريه قوي ازاي؟ لما تبقى طريه كده هتبقى سهله عليكي ان انت تفرديها وتشكليها. وممكن كمان بالمناسبه انا هعمل دلوقتي فطيرتين او بيتزتين، انت ممكن تعملي منها ميني بيتزا. تمام، ممكن تعملي من العجينه دي ميني بيتزا، يعني بيتزات اللي هي الصغيره. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هنقسم العجينه دلوقتي كده كورتين، لاني انا هعمل زي ما قلت لكم هعمل فطيرتين او بيتزتين. تمام، ادينا قسمناها اهي كورتين. هنعمل كرة كده، بسم الله. شايفين شكلها؟ شايفين قد ايه سلسه وناعمه جدا جدا في الفرد؟ هعمل ايه بقى؟ معايا صينيه، اي صينيه فرن تكون مدوره. بصوا يا حبايبي، اي صينيه فرن تكون مدوره بالمنظر ده كده. تمام. انا دلوقتي دي دهناها سمنه، تدهنيها سمنه كويس قوي من فوق ومن تحت ومن الجناب، ماشي. ولو ما عندكيش سمنه ما فيش اي مشكله، ممكن زيت. تمام. وادي العجينه بتاعتي، هنسمي الله ونعمل هنفرد كده في قلب الصينيه. هنفضل نعمل كده لحد ما نفردها ونوزعها كويس في الصينيه. هفردها كويس وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، دلوقتي انا فردت العجينه في الصينيه، اتفردت معايا بكل سهوله. ما اقولكوش قد ايه العجينه طريه جدا، فيها كميه طراوه رهيبه. معلقه المايونيز دي بتفرق جدا، الخل بيفرق جدا، ما تستهتروش باي نقطه دلوقتي زي ما قلت لكم خلاص انا فردت العجينه كويس قوي. مش قادره اقول لكم قد ايه بجد العجينه فيها طراوه مش طبيعيه وطريه جدا وجميله جدا. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ اول حاجه انا معايا معلقه صلصه اللي هي الصلصه المعلبه. تمام. او ما عندكيش صلصه معلبه ممكن تعملي صلصه انت في البيت، اللي هو جيبي طماطم تعصريها وتسبكيها تخليها تخينه. تمام. وبعد كده هتبقى جاهزه معاكي. طيب الحشوه بتاعتي طبعا على حسب الرغبه. انا معايا لحمه ومعايا فراخ، هعملها باللحمه وهعملها بالفراخ. تمام. وكمان مجموعه الخضار دي فلفل، وده فلفل رومي، ممكن تحطي فلفل الوان، طماطم. تمام. يعني معلومه ان الحاجه اللي هتحطيها تبقى فريش. تمام. وزيتون اسود واخضر اي نوع. انا بحب الخطوه دي جدا بالمناسبه، بحب اني انا اشكل وابتدي ان انا ارص وازين في الصينيه كده بالمنظر ده. هبتدي اني انا هحط عليها الصلصه، ودي بتفرق جدا، بتخلي العجينه طريه. بالمناسبه وانا برص معاكم كده عايزه اقول لكم على حاجه مهمه، الفرن شغال، الفرن لازم يبقى
شغال ولازم يبقى سخن جدا عشان البيتزا مش هتاخد وقت. ماشي. العجانات كلها يا جماعه لازم تخش على فرن سخن. ادينا فردناها كده بالمنظر ده، تمام. بتخلي العجينه حمراء وجميله. بعد كده هنعمل ايه؟ هنبتدي بقى ناخد مجموعه الخضار. ماشي. معايا فلفل، هنحط بطريقه عشوائيه كده. معايا فلفل، تمام. ده فلفل رومي، لو انت مش عايزاها تبقى حاميه مفيش اي مشكله. ومعايا كمان طماطم، تمام. قلنا الطماطم، ماشي. وهنحط كمان ايه؟ هنحط كمان زيتون. بالمناسبه انا ممكن اعمل البيتزا ميكس، يعني مش شرط بس ان انا اعمل البيتزا تكون لحمه بس او فراخ بس، انا ممكن اوصل ان انا اعملها 4 انواع من 4 انواع من الاكل. يعني مثلا ممكن احط لها مثلا، يعني انا بصوا انا مثلا نفسي اكل بيتزا فراخ ولحمه، اروح حاطه جزء كده من اللحمه، تمام اهو شايفين واضح قدامكم. وهحط يعني النص، هقسمها بالنص، ادي نص لحمه اهو شايفين. وكل ما تكتري في الحاجه وتخدميها هتفرق معاكي جدا في الطعم والشكل كمان، وهتحسي انت بتاكلي حاجه طعمها حلو ومخدومه. يعني طول ما عندك امكانيه زودي في الحاجه واخدميها وظبطيها. طبعا اخر حاجه هنحط الجبنه، اي بقى ميكس جبن، جبنه موتزاريلا، جبنه رومي، جبنه بصوا شايفين شكلها تتاكل نيه كده يا جماعه والله، تمام. هنحط بقى ميكس جبن، جبنه موتزاريلا، رومي، شيدر، اي نوع جبنه. ادي الجبنه، تمام. طبعا الجبنه دي كل ما هي بتفرق جدا في الشد بقى وفي الطعم، وكلنا عارفين يعني ايه حته الجبنه دي لما بتتحط. عندك زي ما قلت لك موتزاريلا، رومي، شيدر، اي حاجه عندك حطي. بيتزا بتحب ان انت تحطي وما تستخسريش فيها. شايفين شكلها؟ دلوقتي هنخش على الفرن على طول، بس انا ممكن اريحها 5 دقايق بس للمصداقيه، اسيبها 5 أو 10 دقايق بالكتير ترتاح، وبعد كده هدخلها على الفرن على طول. واستنوني في النهايه والنتيجه هتشوفوا احسن واطعم بيتزا لو عملتوها بالطريقه دي. وده الشكل النهائي للبيتزا بعد ما استوت. شايفين شكلها عامل ازاي؟ رائعه بجد، تحفه. بتتكلم عنها، شكلها بيتكلم عنها. شايفين طريه جدا، بصوا طريه قوي ازاي. شايفين طريه قوي ازاي وهشه جميله جدا جدا. هقطع لكم منها دلوقتي حته واوريكم قد ايه القطعه فيها مظبوطه وتمام التمام ومستويه من جوه ومن بره. بصوا يا حبايبي قطعه البيتزا وجمالها. شايفين؟ بذمتكم تفرق ايه عن بتاعت بره دي؟ لو جبتي بيتزايه اللي انا لسه موريها لك دلوقتي دي من بره مش هتقل عن 100 وحاجه، ولكن انا بقلل الامكانيات وبابسط الامكانيات عملتلك احلى بيتزايه واطعم بيتزايه ممكن تاكليها بتركاتها وتفاصيلها الجميله جدا اللي ان شاء الله لما تنفذيها هتعجبك قوي قوي. شايفين البيتزا؟ بصوا شايفين مستويه قوي ازاي وطريه جميله جدا جدا. جربيها بالطريقه دي هتعجبك جدا. وفي نهايه الفيديو لو عجبك ما تنسيش تحطي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وشكرا جدا على استماعكم ليا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.